للغربة وصلني خبر زياد ضيقتي والضجر، والدمع سأل مثل المطر من داخل عيوني شنين. قالوا عمتي في خطر تعبانة قوي في ضرر، وتوفت بأمر القدر يا غابني ويا للحنين. وتفاجأت فيما حصل يوم كل لي اتصل، دمعي من عيوني نزل صار الحزن عندي متاي. قلب الشاعر خالد حزن من داخل فؤاده وحن، والقلب انجرح والبدن والإحساس تايه حزين. بعد العمة الغالية قرة عيني الباهية، عيني بعدها باكية والخاطر مكدر غبين. للغربة وصلني خبر زي الضيقة والضجر، والدمع سال مثل المطر من داخل عيوني شنين. هذه التعزية مرسلة من أرض المملكة العربية السعودية بتاريخ 23/10/2023 من بشار خالد رفيق أحمد العماقي من أهالي محافظة عمران جبل عيال يزيد قرية دعان. والقصيدة تعزية بعد وفاة عمتها المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة بنت رفيق أحمد العماقي. يعزي لها نفسه ويعزي والده وإخوانه وعماته وبنات عمته المرحومة، يعزي خاله أيضا عامر وخاله بشار وخاله قمدان، ويعزي كافة الأهل. يلحنها أبو مهران عن صعود الفنان أبو هشام مع تحيات تسجيلات الكوماني دمار الجمهورية اليمنية. وتوفت بأمر القدر يا غابني ويا للحنين. وتفاجأت فيما حصل يوم كل لي اتصل، دمعي من عيوني نزل صار الحزن عندي متاي. الله يرحمها.
عمته وكان ما بي والدمع الغزير يسكبي قلنا سوى والواجبي لا صانع طلعوا أجمعين قالوا عمته حالها تعب من مرض جالها من عامرة نتم نقلها لا صانع اسعفوها بحين عزي يا نجوم السماء وابكى يا عيوني دماء قصرت حياتي عمى حزني كل ساعة وحال نجوم السماء وبكى يا عيوني دماء قصرت حياتي عمى حزني كل سمعة وحين قلبي بعدها في نواح والخاطر تجرح جراح يا قاهري ويا للنواح من كثر البكاء والأنين نفسي بعدها منهكة بالغربة في المملكة أيضا والطريق شويكة قدامي وهمي رجاي نفسي بعدها منهكة بالغربة في المملكة أيضا والطريق شويكة قدامي وهمي رزين حزني على عمتي فرقاتها تزيد كربتي والحزن قد جرح مهجتي ولا بعده باكيين يراهم أنا في قدرتك اسكنها وسط جنتك في عفوك وفي رحمتك أنت أرحم الراحمين يا رحمن في قدرتك اسكنها وسط جنتك في عفوك وفي رحمتك وانت أرحم الراحمين بعزي جميع أسرتي باسمي واسم كل أخوتي وارسلها من الغربة توصل لقربان أجمعين يا حليل واسرتي صبركم عظام ربنا أجركم واجب تصبروا كلكم والباري مع الصابرين اي والله والباري مع الصابرين